تعال اقول لك ايه اللي هيحصل معاك لما تروح اختبارات الناشئين. مبدئيا انت بتروح تجيب الاستماره، واللي سعرها بيختلف من كل نادي للتاني، واللي تقريبا بيتراوح سعرها من 75 ل 150 جنيه. المهم بتملى الاستماره وبتشوف بقى هم مقسمين الايام ولا هو يوم واحد حاطين فيه المواليد كلها عشان يخلصوا. لازم تبقى عارف ان انت لما هتيجي تروح هتلاقي تقريبا المحافظه بتاعتك كلها هناك، وفي اغلب الاحيان الموضوع بيبقى عشوائي ومفيش تنظيم، والدنيا بتبقى زحمه وقرف وبهدله، وسواء انت او سواء اللي جاي معاك من اهلك انتوا الاتنين بتتبهدلوا. وخليك فاهم ان انت تقريبا اليوم ده كله هتقضيه هناك، واذا انت ما صبرتش وهديت على نفسك كده واستحملت اللي انت هتشوفه بلاش تروح احسن. تاني حاجه انت هتنزل الاختبارات، حاجه من الاتنين، يا اما انت هتعرف تثبت نفسك في الاختبارات يا اما مش هتعمل حاجه وهتاخد بعضك وهتروح. ولو اثبتت نفسك في الاختبارات فانت هتخش على المرحله التانيه. المرحله التانيه دي بقى اللي بتتقسم لجزئين. اول جزء يا اما بيطلب منك فلوس عشان تكمل، او الجزء التاني ان انت بتتسال انت تعرف حد من النادي، ليك حد في الاداره بتاعه النادي، ليك حد عضو في النادي اصلا، اللي هو بالمختصر المفيد يعني تعرف حد يزقك جوه ولا لا. ولو انت ما عندكش حاجه من الحاجتين دول فانت مرفوض وتفضل اطلع بره. الا بقى لو انت كنت موهبه كبيره جدا وتستحق ان هم يضموك، واللي كان بيختبرك كان واحد عنده ضمير، فانت لازم تبقى محضر نفسك نفسيا على ان انت هتترفض. وخلي بالك مش معنى ان انت اترفضت في اختبارات الناشئين معنى كده ان انت ما بتعرفش تلعب، لان اوقات بتكون في انديه بتعمل الاختبارات دي عشان تكون الاختبارات دي هي مصدر دخل اضافي ليها، لكن مش عشان يختاروا مواهب او عشان يضموا حد لقطاعات الناشئين، لان في الاول وفي الاخر هم بيضموا الناس اللي تبعهم والناس حبايبهم والناس اللي بتدفع فلوس وهدايا والحاجات دي. فلو انت مش محضر نفسك نفسيا على موضوع الرفض ما تروحش. ولو انت معكش في جيبك غير ال 75 او 150 اللي هم ثمن الاستماره فبرضه بلاش تروح. ولو انت بالنسبه لك حلمك هينتهي وهيقف في الاختبارات دي برضه بلاش تروح، لان الاختبارات دي صدقني هي مش مقياس لاي حاجه. وبعيدا عن الاختبارات فانت لازم تفضل تجري ورا حلمك وتسعى وراه لحد ما توصل له، وسواء رحت الاختبارات ولا لا فانت لازم تكمل. لو ده حلمك فعلا لازم تكمل لحد ما تلاقي نفسك بتلعب في الدوري الممتاز.